القصة هذه من كتر جمالها وحلاوتها هالبنات حيسحبوها رواية أو فيلم. وزي العادة لبسة الصلاة والكمامة هذه من صفحة جوري للحجاب. هالبنات يسحبوا إن هذا هو نفسه يشحلف فبيه، لا، كمامة. خلونا نسمو البنية اللي حكت لي القصة باسم نغم. صاحبة القصة تقول إن أبوها كان أول شخص في العيلة ياخد من برا العيلة. يعني أبوها كان من قبيلة واخطب وتجوز أمها اللي كانت من قبيلة تانية، والشي هذا نوعا ما سبب حساسية وشوية كره بين عمامها وعماتها وأمها، لأن عيلة بوها كانوا أبدا مش مقتنعين إن شخص من عيلتهم ياخد من عيلة تانية، ويقولوا إن هيك النسب يتخلط ويبدو كأننا مجنسين، وإحنا عيلتنا ملكية ما شاء الله، نسل الملكي مفروض إنه ياخدوا من بعضهم. بس حاجة تانية ديما يشوفوا إن الناس طامعة فيهم، لأن ربي بارك كان عندهم أراضي وكان عندهم خير. لو جاء شخص بيخطب واحدة من بناويتهم يفكروا ديما إنه هو طامع في رزقهم، ولو العكس برضو يفكر إن البنت هي طامعة في رزق الولد. لكن بوها الوحيد اللي كان ما يبيش ياخد من العائلة، وفعلا جوز واخطب أمها رغم الاعتراضات والمشاكل اللي صارت له. بعد جوازه من أمها كانت العيلة شبه مقاطعته، ما يسألوش عليه بوها ولا يجوه ولا يدوروه إلا كان فيه حاجة كبيرة. واستمروا على الحالة هذه قرابة 7 سنين، لعند ما شرفت البنوتة هذه على الدنيا وربي رزقهم ببنية تانية. يعني العيلة الصغيرونة هذه كانت مكونة من أب وأم وزوز وخيات فقط. البنية تحكي وتقول إن كانوا جدا 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 سعيدين، وكانت فرحانة وكانت مرتاحة في الجو الأسري اللي هي فيه. يعني بوها كان يحب أمها بشكل كبير وداير كل جهده إن ما تنقصهمش عودة الوقيد، وإن ما يطلبش لا من بوه ولا من خوته ولا أي شيء. وفعلا بوها كان ربي يبارك مش منقص عليهم شيء، وكله بخدمته وعرقه. وبالفعل كانوا عيلة يبوا حقهم في حوش خوهم، وداروا قصة وداروا موضوع لعند ما آخر حاجة اتفقوا لها إن يبيعوا الحوش ياخدوا حصتهم فيه ويعطوا حصة المرأة والبنات. وبالفعل هذا اللي صار. والأم سألتهم قالت لهم تمام لو خديتوا يعني الفلوس وكل شيء أنا وين نقعد أنا وبنوتي في الشارع. فجاوبها سلفها يلي هو عم البنيات، قالوا لها لا احنا مش حنخلوك في الشارع، انتي وبناتك الزوز حتنتقلوا تعيشوا في حوش العيلة. حوش العيلة يلي كانوا متزوجين فيه زوز خوت، يعني حوش العيلة كان فيه مرت عمها ومرت عمها الثانية من غير الجد وحنها. بالفعل المرأة مسكينة ما كانش عندها لا حول ولا قوة، خدت حاجات بنياتها ومشت لحوش العيلة يلي كان جدا جدا ضيق، واعطوها أصغر دار غادية. في وسط السعادة اللي كانوا عايشين فيها ربي أراد إنه ياخذ أمانته. مات بوها في حادث سير، وقعدت هي وأمها وأختها بروحهم في الحوش. البنية هنا تقول إن أمها كانت وحيدة أمها وأبوها الله يرحمهم، يعني البنية هذه كانت يتيمة وللأسف ما عندهاش لا أخوت ولا أخوات إلا أخ واحد فقط وعايش برا. وأمها كانت عايشة عند حوش عمها اللي ما كانوش كويسين معاها لعند ما تزوجت بوها. يعني أول ما توفى بوها بدت العيلة الصغيرونة هذه ما عندهاش ولا أي حد. عمامها وعماتها كانوا قاسيين معاهم جدا، لدرجة إن من فرق العزاء يعني من ثالث يوم جو وطالبوهم في حقهم في الحوش. ومن هنايا تبدأ رحلة العذاب. أول حاجة داروها العمام بعد ما عاشوا معاهم على طول بدون نقاش بطلوا البنية من القراية. سألتهم كيف باهي هذه قرايتي، أنا قاعدة الثانوي ما كملتاش، أنا نبي نكمل الثانوي وحلمي جامعة، وبابا الله يرحمه كان يبيني نقرأ طب من هالكلام. جاوبها عمها قالها أنت ما عندكش بو، يعني ما عندكش ولي أمر، وأنا يلا ربي بناتي بشر ربيك، أنت بتجيبي لي الصداع، بتجيبي لي المشاكل، بتجيبي لي مش عارفة شني، قاعمزي في الحوش لين يجيك نصيبك تجوزي وتتم الحكاية. علما إن بناويتا كلهم يقروا في الجامعة. أختها اللي أصغر منها كانت أول سنة لها تقرأ، أعمامها مرضوش إنه يسجلوها في المدرسة لأنها ما فيش من يرفعها ويجيب. هنايا البنية صغيرة للأسف تعتبر ضايعة عليها سنة. هنايا البنية سلمت حكامها لربي وقعدت عايشة تخدم في نساوين أعمامها الزوز، وفي كل لما كانت هي قايمة بكل شيء هي وأمها، وكانوا متقطعين ومن ضمان من تطيب يشدوا لهم في الصغار، يعني كانوا شبه خدامات. زي ما قلت لكم رغم ان البنت وامها كانوا شغالات، مش حتى شبه شغالات، كانوا شغالات في حوش العيلة، لكن كانوا محرومين من ابسط الاشياء متاعهم. يعني الحوايج ما يشروش فيهم الا من العيد للعيد. الحاجات الشخصية لو ما حنتش عليهم المرت عم الاولى تحن عليهم المرت عم الثانية، ولو ما حنتش عليهم المرت عم الثانية يقعدوا بدونها. ما فيش طلعات وما فيش الدهوير وما فيش مناسبات يحضروا فيها، ما في شيء. الهياجة عندهم كانت عبارة عن مشية مرة واحدة في السنة للبحر مع العيلة، وبرضو يخدموا في العيلة في البحر. فالتصرفات اللي تصرفوا فيها الأعمام مع بنويت خوهم
ومع مرض خوهم ما كانتش بدافع عن الرباية أو بدافع إنه هم خايفين عليهم، لا، كانت في حقد، في غل داخل، يحبوا يدلوهم، يعني كانت حاجة من الحاجات هي. قبل ما نكمل القصة أنا متأكدة في حد في التعليقات حيقول لي أنت سمعتي من طرف واحد، مرات هم يديروا في كذا، مرات العلا نعرفها شخصيا. في وسط السلطة هذه كلها قلت لي نغم في يوم من الأيام، كانت الساعة تقريبا 1 في الليل، نتفاجأ بصوت عمي ينادي في أمي. كان ينادي فيها بصوت واطي كأنه خايف إن حد يسمعه. وكنت أنا دايرة روحي راقدة، بس خليت عيوني مسكرات ونبي نسمع شين الشيء اللي يبيه من ماما. وبالفعل سمعت عمها يتكلم مع أمها، قالها اسمعيني، لو أنتي تبي تطلعي من الوضع اللي هذا فيه، وافقي إن أنا نتزوجك وأنا حنأجر لك حوش بروحك تعيشي فيه أنتي وبناتك. ونغم تحكي وتقول إن أمي كانت جدا 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 جميلة، وعلى قد ما تقدموا لها من عرسان كانت هي ترفض، وأصلا عمامي رافضين حتى لو إنها هي قالت باهي. نغم هنايا قالت أنا حطيت قلبي على إيدي وقلت يا رب ما توافقش، يا ربي ما توافقش، مستحيل، لأن عمها كان إنسان خبيث وما هوش ماشي صح. وزي المتوقع على طول أمها رفضت وقالت له أنت شن تحكي، أنت طول عمرك سلفي وحتقعد سلفي، والموضوع هو ما عادش تفتحولي. نغم هنايا رفضت العرض، لكن الوضع ولا سيء بدول، يعني كأن أنت ترفضيني تنوريك شندير فيك وفي بناتك. مرت سنة كاملة على الحالة هذه. الأم وبنويتها الزوز ما حسوش لا رمضان، لا عيد كبيرة ولا عيد صغيرة ولا حتى حاجة، وكان واضح عليهم جدا إنهم دابلين من التعب والإرهاق يلي كانوا فيه. بعد السنة هذه الأم تتفاجأ إن أخوها يلي ليه مهاجر سنين عايش برا رجع لليبيا. تواصل معاها وقالها نبي نجي ونزورك، لكن للأسف قعدة في ليبيا كان قاعد ممكن 3 أيام فقط وراجع. هنايا الأم جدا 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 فرحت وحست إن الخلاص جاها، وأخيرا من بيعوضها على تعبها، على الأقل من يطلعها من الحبس اللي هي وبناتها فيه. جاء أخوها رحبت به الأم ورحبوا به بنوية الأخت، وكانوا فرحانين جدا بخالهم. وجاي خالهم محمل طبعا بالهدايا، جايب لهم شوكولاتات وجايب لهم ألعاب وجايب لهم حاجات جنينة. من ضمن الهدايا كان جايب آيفون لبنت أختها الكبيرة يلي هي البنية اللي تحكي لي في نغمة. هنايا انجلطت من الفرحة. تخيلوا إنسان ما عمراش امتلك تليفون فجأة يجيه آيفون بعد التعب وبعد الهم والفقر اللي كان عايش فيه. هنايا البنية ما عطتش فرحتها لحد، خدوا الايفون وخدوا الشوكولاتات والحاجات الجنينة. الام كانت متعشمة في خوها انه يطلعها من هنا، لكن للاسف خوها قالها وخيتي انت عارفة الحال، وانا ضروري ما نرجع للبلاد اللي هاجر لها يعني، وانا والله ما نقدر، انا لو نقدر لكنت طلعتك من هنايا انت وبنياتك، لكن ما دام ساترينك ومخلينك هنايا فخليك معاهم لين يجي نصيب البنيات وبعدين سهل. الأم هنايا فكرت إن تحكي لها المأساة اللي عايشتها هي وبناتها، لكن في آخر لحظة تحشمت وترددت وقالت واضح إن أخوي عنده هموم ومشاكل ما نبيش نزيدها. روح خالها، والأم كانت حاطة يدها على الجرح متاعها وهي ساكتة وصابرة وتقول إن شاء الله ربي يعوض خير. أما نغم فخشت للدار وكانت جدا فرحانة بالآيفون ومش مصدقة، وتوري فيه لبنوية عماتها، توري فيه اللي نسويناه معها. هنايا الحقد والسم بدأ يشتغل عندهم. كانوا مصدومين كيف نغم تحصل تليفون زي هذا، وتليفون يعتبر يعني فوقتها نازل آخر شيء في الآيفونات، وكان السوس ياكل فيهم ماكلة. ناضت واحدة من بنوية عمها مشت تحرشت في باها، قالت لها راهو نغم مش عارفة مين جايب لها الآيفون، وشوفها في من تتكلم وراهي مش مزبوطة ومن هالقصة. وفعلا جاء العم وقعد يسأل في نغم، قالها من جايب لك التليفون؟ قالت لها خالي. هنا على طول الأم تدخلت قالت خوي جاء اليوم، وحتى الحاج كان موجود ومقعمز وشافه، وهو اللي أعطيه الهدايا هادو لبناتي ومن القصص هي. فهنا يا عمها قالها هاتي التليفون حنبيعها ونمشي ناخد به حاجات لأنكم قداش لكم تاكلوا وتشربوا هنايا ببلاش. فهنايا نغم وقفت قلت له لا مستحيل، هذه هدية والهدية ما تنباعش. قالها ما تسكريش راسك وهاتي التليفون، أصلا من قال لك إن احنا نبو نخلوك تديري تليفون من الأساس. هنايا نغم اتفجرت، كل الشيء اللي كانت تتحمل فيه في هذيك اللحظة اتفجرت وقالت أنا الآيفون مش هنعطيه لحد، والتليفون نبي نخليه عندي، ولو مهما درتوا مستحيل نعطيه لكم. عمها يسمع هذوك الكلمتين ويشدها البنية يكسرها تقصير، لأن الأم رفضاتها فش الغل كله في هذيك البنية، ضربها قريب قتلها، لدرجة إن النزيف كان يطلع من كل مكان في جسمها، كانت تنزف من خشمها ومن ودنها ومن فمها، لدرجة البنت خلاص يسحبوها توفت، والأعمام التانيين خافوا إن تكون ماتت وعلى طول طاروا بها المستشفى.
واللي صار بعدها صدمة. الفيديو طول أكتر من لازم، استناكم في البارت 2 مش حنعطل عليكم، حينزل غدوة.